السلام عليكم شباب. وأخيرا فك شفرة السماوات، الآية القرآنية السماوات السبعة. كل الناس ما قدروا يشوفون السماوات السبعة، يعني ما يقدرون يشوفوها وما يعرفون شنو حلها وليش سبع سماوات، وما يشوفوها بعينهم، ما قاعد يشوفوها. وأغلب اللي استغلوا هاي الفرصة يكذبون الآية، يعني مثلا يقول ماكو، الآية تقول خلق الله سبع سماوات وسبع أراضين مثلهن، يعني سبع سماوات وسبع أراضين نفس الأرض مالتنا، سبع سماوات نفس سماواتنا، وسبع أراضين نفس أراضينا. إن ذكرت هاي الأشياء يعني بالقرآن الكريم، لكن أكو ناس يطعنون بيها، واستغلوا هاي الفرصة وبدأوا يشرحون بأنه هاي الأمور كذب. ورب العالمين لمن ينزل آية تكون آية بينة. شلون نثبت هاي الآية بينة؟ ما حد عرف يجي، ما حد عرف يفك الشفرة، ولا عرف ينزل السماوات السبع، ولا عرفوا يعني هيجي شلون من يا طريقة. بدأوا الناس يكذبون يعني الآية. احنا دائما يعني ندافع عن القرآن، اللي يحرق القرآن هاي ندافع عن القرآن، ما نقبل واحد يطعن بالقرآن وكلام النبي الصادق الأمين، ونقبل واحد يطعن بديننا. بعد هذا القرآن اللي نقراه شنو؟ توراة، هذا إنجيل، وهذا قرآننا. 8 مليارات مسلم، 8 مليارات بشر آمنوا بهذا الكتاب، كلها غلط. شلون يصير طلع؟ يعني هل كلها آمنت كلها تطب بجهنم؟ والله هذا القرآن غلط، ماكو شي. شك واحد مؤمن وآمن والله هداه على قرآن غلط؟ ماكو شي. فشون نثبت لكم وجود السماوات السبع؟ وش قالوا عن السماوات السبع؟ ما حد قدر يربط، يعني هو لازم اكو ربط آيات وأقاويل، والناس ايش قالوا. مثلا الناس المقربين عن النبي أو قريبين عنه بزمنه، خلينا نقول اكو بزمنه ايش قالوا عن السماوات السبع. مثلا سألوا ايش عرفوا عن النبي، ايش قال عن السماوات السبع؟ 7 سماوات و7 أراضين. السماوات نفس سماءنا هذه، هي كلها هي عبارة عن سماء واحدة. هي الدنيا مالتنا هاي احنا عايشيها، زمننا العايشين بيه، حياتنا. شون تعرف هاي 7 سماوات و7 أراضين؟ ناس تدور عبالهم قارات وعبالهم كرة أرضية، مثل هاي المخططة واحدة ببطن اللوخ. مو هيجي، كلها غلط. ماكو كرة أرضية ببطن كرة أرضية، ولا قارات هي 7 أراضين، ولا هي أصلا السماوات السبع عبارة عن شلون المراية، شلون مثل ما نقول هو رب العالمين ما يستحي إذا يضرب مثل بعوضة. إحنا همينا حتى نوصل لكم الفكرة شنو نذني السماوات السبع. قالوا بيها أراضين نفس أرضنا، بيها آدم مثل آدمنا، ونوح مثل نوحنا، ومحمد مثل محمد، يعني كلتنا نفسنا. احنا ظلينا حايرين شلون هاي. بالبداية تفاجئنا يعني، بس ما فهموها. انا ظلت دائما ادقق عليها، يعني هاي الشغلة شلون، يعني ذولا نفس حياتنا شلون. بالبداية تايهة علينا كانت، بس عرفتها شنية هي، واضحة كلش، وآية بينة بأنه مو معناتها واحد مسلم واحد كافر، احنا نفسنا موجودين هناك، واحد شرير واحد غيرنا، ذولا لا، هاي احنا نفسنا، احنا
رب العالمين خلق السماء مالتنا، سوى استنسخها. شلون اللي استنسخها السماء؟ كررها. السماء يعني هي كررها وكررنا احنا كلتنا. بس كل سماء او كل سماء من هاي السماوات، خلينا نقول، نمثل على هاي كل سماء من السماوات. هاي السماء انا ذني مو 7، بس احنا نقول هاي السماوات كل وحدة بيها ارض. خلينا نقول هاي السماء بيها ارض، وهاي بيها كلها بيها احنا هياتها. هاي الارقام هسه خلينا نقول هذني، بس كل وحدة لها زمن. هاي فايت عليها 1000 سنة، هاي فايت عليها هاي قبل 1000 سنة، هاي بعد 2000 سنة، هيجي كل وحدة لها زمن معين. احنا نفسنا بس كل وحدة مشاها، خلينا نقول هاي مشاها هيجي، هاي مشاها هيجي. وهذا السبب من عرج النبي إلى السماء نقول شاف ايش دا يصير. طب بزمن نوح، طب بزمن النبي إبراهيم، طب بزمن كل سماء بها زمن شخص نبي. هذا الدليل، عرف قصصهم من هالناحية. وكل سماء شاف بيها ملك من الملائكة، صادف ملك من الملائكة. ولهذا السبب شلون النبي لعد عرف الحسن والحسين؟ من يقول ها هو شلون يعلم الغيب؟ مو ما يعلم الغيب الا الله. طبعا الله يعلم الغيب، بس هو عن طريق رب العالمين. طب بهاي الدنيا قبل 1000 سنة، طب بهاي الدنيا بعد 1000 سنة، طب بهاي الدنيا، يعني شاف الماضي والحاضر. حتقولون ايش يحكي هذا؟ انا اقول لكم راح تشوفون الصح، كلامي صح، انا كلامي صح. النبي صعد للسماوات، شاف شكو ايش يصير، عرف الحسن والحسين هذا ينذبح وذاك يسمموه، وعرف عمار بن ياسر الفئة الباغية تقتله، وشاف كل دنيا فايت على وكو دنيا قامت القيامة بيها. عرف الناس أهل الجنة من هم، وأهل الناس من أهل النار، أهل الجنة وأهل النار. وهذول ليش طبوا للجنة وهذول ليش طبوا بالنار؟ هذول هيك أعمالهم. وبهاي رجع هيجي النبي مثل الواحد اللي عرف ايش دا يصير. يجيك ناس يقول لك النبي قابل يعلم الغيب، وما يعلم الغيب، بس عن طريق رب العالمين. عن طريق رب العالمين عبر على هالسماوات السبع. اذا تنكر السماوات السبع شلون تنكرها؟ هم يريدون يشوفون 7 سماوات وينهن، يبغون على السماء، وين 7 سماوات؟ وهيجي انت ما تشوف ال7 سماوات، مو كيفك. ال7 سماوات ما يشوفها غير النبي والامام المهدي والخضر والنبي عيسى واصحاب الكهف، ما حد يشوفها غيرهم. هذول الوحيدين اللي هم اللي عبروا الزمن بأمر رب العالمين. كلامي كله هسه اني واضح، ويعني يختلف عن كل هذول اللي ما يعني كلهم ما يعرفون السماوات السبع. حتى شنو اكو شيوخ ما تعرفون شنو السماوات السبع، يدورون عليها ما تشوفوها انتو، لا اني لا انتو لا ما حد يشوفها. بس هي كل وحده لها زمن. النبي شاف، صعد شاف، عرف هذا الناس اهل النار، هاي اهل الجنه. زين ليش من النبي صعد للسماء، عرج للسماء ورجع وراها قاموا يسألوه، شافوه جاب معلومات النبي عيسى والطوفان نوح، وقال لهم شاف هاي الأزمنة،
الأزمنة شافها ورجع جاب لهم معلومات. يعني هاي الحياة الدنيا وهاي حياة الآخرة هيك دا يصير بيها، هيك صار بالمستقبل، أنبياء موجودين، وهيك حيصير بالماضي، هيك راح يصير ورانا. هاي تكفرون وراح تسوون وراح هيك يصير وراح يصير قيامة وتظهر الشمس من مغربها. شلون يريدون يلوفون لوفة عليه. الدليل يعني الدليل بأنه عرفوا المسافات اللي راح بيها النبي، فرادوا يطلعوا له من دربونه. الدليل من قال نريد نعرف هذا النبي لو لا، راحوا الأحبار اليهود قال لهم اجانا واحد اسمه محمد جاب لنا كل هاي المعلومات. شافوها أحبار اليهود، هم ذولا شلون مثل ما أقول أهل الكتاب بس يهود. قال لهم هذا شلون نقدر نثبت هذا مو نبي؟ اللي كفار قريش اللي يقولون لأحبار اليهود نريد نعرف هذا مو نبي شلون أو نبي. قالوا لهم اسألوهم عن فتية اللي هم أصحاب الكهف. بس هو بهالفترة هاي قروا المسافات، النبي ما طاب على فترة أصحاب الكهف. ليش سألوا هذا السؤال؟ غير هم بذاك الوقت هم درسوا. بالنسبة لكفار قريش ما يفتهمون شيء، هم هذول جهلة. بس أحبار اليهود أهل الكتاب هم يريدون يتأكدون. وقالوا لهم إذا هو نبي صدق اسألوه عن شخص طواف، رجل طواف يعني على ذا القرنين. ويسألونك عن ذا القرنين، شوف حتى تقولون جابها عدله، فك الشفرة. سألوه على زمن هو ما طبي. قروا المسافات، قروا هذه السماوات السبع، كل سماء بها زمن. هذا نوح وزمن هو ما جاب طاري ذا القرنين. ليش؟ روحوا سألوا على ذا القرنين، زين ما جاب طاري أصحاب الكهف، جاب طاري عيسى بس ما جاب طاري أصحاب الكهف بعد عيسى ابن مريم عليه السلام. شوف هاي شلون لواته. وسألوه يمكن انها من عن الروح، اعتقد قال روح من عند الله يعني. بس يعني شوف شلون لواته. سألوه على ذي القرنين لان هو مو نبي، وسألوه عن أصحاب الكهف مو أنبياء، صح لو لا؟ أرادوا هيك يدربونه. هو جاب طاري بس الأنبياء. فانتظر النبي بوقتها يعني ظل دايخ. تدرون يعني قال لهم 3 أيام أجيب لكم معلومة، هو ظل 3 أيام ما جت معلومة. هو صعد للسماء وإجا ما يخالف، بس ما دخل بزمن ذولا، دخل بزمن الأنبياء، ما دخل بزمن ذولا. هذا الدليل شفتوه. فانتظر النبي بال15 يوم. قاموا يشكون المسلمين، ما ادري ارتبكوا مو المسلمين يشكون، قاموا ارتبكوا المسلمين بوقتها اللي آمنوا بالنبي. واكو المشركين قاموا يقولون ها شو تأخر؟ قال 3 أيام، صار أسبوع ما أسبوعين، وين راح؟ ينتظر الوحي. كان الوحي نزلت الآيات ما والضحى. تدرون انت هاي الآية للنبي نزلت يعني ما ناسك رب العالمين. هاي ونزلت الآية اللي تتكلم عن ذي القرنين، ونزلت الآية مال الفتية أصحاب الكهف، وجاوبهم على الباقي. هذا أكبر دليل. إحنا هسه السماوات السبع هي شلون مثل يعني نفسنا، ما إحنا نطبيها ما نشوفها، بنشوفها بس هذول المذكورين يعني مخصصين، مو بكيفنا إحنا نشوفهم. إحنا ما نشوفهم.
يباعون بالسماء وبالتلسكوبات. وين السماوات؟ انت ما تشوفهن، انت اصلا محجوبة عنك، انت ما تقدر تشوفها. قدرة رب العالمين انت ما تطب وما تعبرها وما تطب، هي عبارة عن نفس السماء مالتك كلها احنا بيها، بس متكررين. يعني شلون مثل ما يقول النبي طب من زمن لقى بغير زمن نفس الدنيا بس بغير زمن. طب من لقى هنا هيجي، طب من هنا لقى هاي الشغلة هيجي صايرة. شاف طوفان نوح وهاي اللولة صاير بيهم، شاف قبله، شاف النبي يونس، شاف كلهم شافهم، عرف قصصهم واجى بها آيات نزلت للنبي وبها لا شافها، يعني شافها والباقي آيات نزلت مختصرة. حتى ذي القرنين هي آية مختصرة ذكر، يعني بس ذكر قليل، يعني مجرد يسكت ذولا. نزل الوحي سكت ذولا، يعني من قال لهم هاي الآيات سكتهم. يعني الكفار ما ذاك الوقت اللي أكثر شرا، أكثر بؤسا، أكثر عداء للنبي، بس نزلت الآية سكتوا، بعد ما قدروا يحاججون. نزلت هاي الآيات وبعد ما ظلوا راحوا على غير شيء، عافوا السماوات السبع، عافوا راحوا على غير شغلات، حايرين بأمور الدنيا، التجارة والمدري شنو قلي وقتلة وتكسر الصنم ومدري شنو ليش، عافوا هاي الأمور، كسرت حجتهم. انت قبل فترة لما نزلت شروق الشمس رب المشرقين والمغربين حايرين بيها، هي شروق الشمس من مشرقها ومن مغربها، مشرقين هي شروقها من مشرقها لمغربها، وفي علامات الساعة من مغربها إلى مشرقها، هي هاي المشرقين هاي دايخين بيها. مو النبي إبراهيم قال للنمرود الله يأتي الشمس من مشرقها، كان يتحدى النمرود، يتحدى رب العالمين، طاغية وش كبرى. نبي إبراهيم قال له تقدر تحيي وتميت، قتل له واحد وحيايا، عفوا قال له هاي كتلت حيت، قال له مو انت الخالقه. نبي ابراهيم قال له مو انت الخالقه حتى تحيته قتلت لك واحد حيت واحد. قال له زين انت الله ياتي الشمس من مشرقها، تقدر تجيبها من مغربها؟ ما قدرها، سكت، انبغض هذا النمرود. اذا شنو؟ من الرب؟ رب العالمين لو النمرود؟ ياهل منهم رب. زين هو رب العالمين مو رب المشرق اللي قال عليه النبي إبراهيم، ورب المغرب ورب المشرق همين اللي دا يقول عليه تقدر تجيبها؟ يعني بس رب العالمين يجيبها، نفس الوقت هو رب المشرق من المغرب إلى المشرق، صح ولا لا؟ فهو رب المشرقين ورب المغربين، هاي المقصودة. ليش ما عرفوا يفسروها؟ الناس تداوخ يلاوتون يكذبون الآيات وتايهين، ليش؟ هي ترى اكو اجتهاد يصح ولا اجتهاد صحيح، اجتهاد صحيح، يبحثوا عن الآية بصورة سليمة، دافعوا عن القرآن. جايين هذول هسه بالجديد واحد اسمه إيهاب ما شو اسمه، يقول ماكو سماوات سبع، ماكو، كذب. واحد اسمه إيهاب ما شو اسمه، إيهاب حريري، جايب لي كتاب على أساس القرآن مع عثمان بن عفان، ما منقري هذا القرآن، ثخين هالثخناته ما ادري شيء، عود يختلف عن القرآن اللي احنا نقرأه، عود ذاك الصحيح واحنا خطأ، عن 8 مليارات كنا نقرأ غلط، اللي يهتدون عليه ويعرفون رب العالمين ويكرمون الفقير، علمنا نكرم الفقير، علمنا الهدى، اترك الخمر، اترك هذه، اترك الموزين، اترك النفاق. تجيني انت تقول لي مال عثمان بن عفان اللي حرق المصاحف، عمود هذا المصحف
وهذا المصحف اللي هو جابه ما حد قراه ومسدود بمتحف، وقعدنا كلنا نقرا المصحف مالتنا هذا القرآن الكريم اللي حتى الأجنبي يستسلم عليه، دخل الإسلام عليه. تقول لي والله ماكو سماوات سبع موجود بالقرآن مال عثمان بن عفان، هو حرق القرائن ذني لأن القرائن على مود هذا المصحف مالته. جماعة شكوا عالم، شكوا صحابي، شكوا ما ادري منو، سمع كلام النبي وسجله، يعني سمع الآيات من النبي وسجلها. كل واحد عنده مصحف استمع من النبي سجله كتبه. القريبين عن النبي شكوا واحد سمع النبي يكتب، قاعد يكتب القرآن. عندنا الإمام علي حافظ على الغيب، الحسن والحسين حافظيهم على الغيب، حافظين القرآن، ما كده حتى كتبه في مصحف أو بجلد أو بشيء. يجيك عثمان بن عفان، تعال انت عمار بن ياسر، تعال انت بلال، تعال انت فلان، تعال جيبوا مصاحفكم، انت فلان وفلان وفلان، جمعة كلها حرقها، حط مالته هذا المصحف وهذا صحيح. يعني طبعا احنا كلنا نقرا القرآن غلط، بس عثمان ليش ما قرأتوا لعد؟ زين ليش ما يطبعوه؟ هم المصريين يطبعون القرآن مال عثمان وخلينا نقرأ مضمون مو صحيح، يدرون بي مو صحيح، هذا القرآن صحيح، يقول لنا القرآن محرف. لا مو محرف، أنا شيعي أقول مو محرف، القرآن مو محرف. ولا القصص مال الأنبياء هاي يقولون عليها أكاذيب، مو أكاذيب. بعد وين راحوا الأنبياء؟ من جو هاي الأديان؟ جاي نقرأ هسه احنا بدنا نقرأ القرآن مالتنا شنو هذا؟ الإنجيل هذا، الزبور قابل. يجي واحد يقول هاي كلها خرافة، وطوفان نوح خرافة، وحتى اقدر اجيب لكم هاي الآية اللي هي سورة التكوير، هي مو راح تصير القيامة، هي هاي اصلا تتكلم عن قيامة النبي نوح، طوفان النبي نوح. لأن السماء قشطت نزل المطر، والبحار سجرت طلعت ميها فارت تنور، إلى الوحوش حشرت، هاي الحيوانات كلها حشرت بالسفينة مال نوح، إلى الجبال سيرت. صحيح كانت بس البراكين، صارت كلها الجبال سيرت، صعدت الجبال كلها، دفعت المي كلها. يقول لك السمك والله بقى ما صعد ما صار عليه شيء ما صعد بالسفينة، هم أخذ منه للسفينة، لأنه شلون مي النهر يعيش ويا مي البحر، ولا هاي أسماك البحر راح تعيش بدون شعب مرجانية تجي هالراجة مال البحر كلها موتتها. هي بزمن النبي نوح هي قيامة كاملة، ما ظل كل شيء بالدنيا، كل شيء ما ظل، والله حيا الأرض بعد موتها، يعني ما ظلت لا حيتان لا أسماك لا وحوش، كلها راحت، بس اللي صعدت بالسفينة هي اللي نجت. رب العالمين يحيي الشيء، يعني حتى لو يموت صنف يقدر يعيد مثله، يحيي العظام وهي رميم، يعني يقدر هم يحيي من جديد. كلها هاي لمن وإلى الموتى سئلت بأي ذنب قتلت، هي كلها هاي الكائنات. انتوا ليش ماتوا هذول اللي ظلوا ما صعدوا بالسفينة؟ الكائنات بسبب البشر أو طغيانهم، ذولا اللي بزمن النبي نوح، الكفار اللي حاربوا نوح. هاي اللي تنسأل ليش هذني ماتن وصعدن قسم بالسفينة، وقسم ماتن صعدن بس زوج، وقسم ماتن هذني ليش؟ ينسألن بأي ذنب انتن متن هاي يشهدن ضد من؟ سبب ظلم قوم نوح الظالمين، يعني مو قومه اللي مهتدين وياه اللي صعدوا بالسفينة، يعني اللي صعد بالسفينة نجى
كل زوجين، والباقيات ماتن. هاي شنو رب العالمين ظالم قابل، يموت ناس غير ان حيشهدن ضد ذولا القوم اللي بسببهم ما يعني غرقن هيك. يعني تبين يعني اجيب لكم شغلات كلش حلوه. وممنوع واحد يجي يكذب القرآن، ممنوع واحد يجي يطعن بالقرآن او يحرق او يؤذي او ينافق او يعبث بالايات، ممنوع. يجي يقول لك ماكو لا سماوات سبع، واحد يقول لا ما هذا اللي اسمه يقول ما موجودين، واحد يقول ما موجود نبي نوح، كذب ما صار الغرق، كذب ما النبي عيسى بجهنم يقولون شنو، ليش بجهنم نبي بجهنم؟ شنو طغى هو اللي طغى له موسى طغى، موسى طغى له فرعون طغى يوم منهم اذهب الى فرعون انه طغى. يجي هذا يقول النبي فلان، ويقولون لا لحم الخنزير هو حلال طلع. هذا اللي اسمه ايهاب الحريري، من ايهاب حريري قناته مجلب لي بالكتاب مال عثمان، عجيبه شغله يعني، والناس مصدقته وياه شلون يصدقوا؟ واحد ما ادري منافق ما ادري دجال يجيبه يحرف بكيفه. انا احكي شيء وهذا اجتهاد، صحيح مو صحيح، انا جبت لكم اياها بالمضبوط، بس هذا يعني ازعجني حيل يعني بكلامه، من يقول يعني القرآن محرف وهذا انتو شنو الهمزة شنو الضمة وشنو لا احنا حتى الشيعة ما نقبلها، لأنه لو كان القرآن محرف ما كان الشيعة قروا، سنة وشيعة يقرون القرآن نفس القرآن نفس الكتاب. واقول لكم شغلة همينة هم فاتتكم، كل الناس تعرف شلون الشمس تطلع بيا طريقة تطلع من المغرب، ليش تجي من المغرب، ليش شلون؟ هاي آخر معلومة صحيحة حطيكم إياها، تجي الشمس من المغرب إلى المشرق. القدرة اللي راح تجيبها شنو؟ ناس تقول يضربها نيزك، ناس تقول ما ادري شنو، ناس تقول ماكو حتى. رب العالمين قال يوم نطوي السماء كطي السجل في الكتب. شوف شلون هاي، قول هذا السجل، خلينا نقول هاي السماء، هاي الشمس هنا تشوفوها، هاي الأرض، نطوي السماء كطي سجل في الكتب. اسمع شو راح تجيك الشمس منين؟ راح تجيك من هالجهة من المغرب، من تنطوي السماء، يقولون من تشرق الشمس من المغرب هي ينتهي كل شيء، كل شيء ينتهي، يعني هاي علامة كبرى، صح لو لا؟ تجيك الشمس من مغربها من يطوي السماء، صح لو لا؟ احد قال لكم هيجي؟ زين هاي مو بينه من القرآن؟ من عالم دينه قال لكم هيجي؟ بيا طريقة تجي الشمس من مغربها، صاروخ نيزك؟ لا، رب العالمين هذا قرار. انا جبت لكم شيء قريب للحقيقة، يعني شيء صحيح، واللي مقتنع بكلامي يكتب التعليقات، اللي ما مقتنع مشكلته هاي، خلي يروح هذولاك يعبثون بدماغه ويلعبون بدماغه شوية ويطلعوا عن الدين شوية، خلوه يلحد يصير ملحد، يطلعوا عن الدين يخلوك تايه ما تعرف دينك وسماءك
ابقوا على ذولاك، تريدون هنا ابقوا.